داخل شقة 12 في العقار رقم 1 حصلت جريمة غامضة لمخرج مصري شهير واتأيدت لحد الآن ضد مجهول. قبل ما أبدأ لكم في الحكاية ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل حكاية غامضة. من 36 سنة فاتوا تحديدا في شارع قرة بمحافظة الجيزة وقعت جريمة من الجرائم الغامضة واللي اتهز ليها الشارع المصري واللي راح ضحيتها مخرج مصري شهير، واللي لقيوه جثة هامدة بين السرير والدولاب بغرفة نومه وايديه الاتنين مربوطين بكرافتة وجوه بقه فوطة وملاية سرير ملفوفين حوالين رقبته، وفي صباح يوم الجمعة وتحديدا يوم 20 أكتوبر سنة 1986 فقدت السينما المصرية أشهر وأكبر مخرجيها واللي اكتشفها الطباخ الخاص بيه المخرج نيازي مصطفى كان غرقان في دمه. محمد عبد الله طباخ المخرج نيازي مصطفى هو اول واحد اكتشف الفجعه دي، وده لما راح الشقه كالعاده بتاعته كل يوم علشان يأدي مهام عمله كالمعتاد، وده من 18 سنة فاتوا كطباخ لنيازي. الطباخ ده قال ان اخر مرة شاف فيها نيازي مصطفى كان الساعة 8 مساء وتحديدا يوم 19 اكتوبر، وان مواعيد شغله كانت من الساعة 8 لحد الساعة 12 وبيرجع تاني الساعة 6 مساء علشان يعمل له العشاء، وكان بيدخل من باب الخدامين. وفي يوم اكتشاف الجريمة اتجه للشقة الصبح ولقي باب المطبخ مقفول، وده مش العادي بتاع كل يوم، فقرر انه يرن الجرس علشان يفتح له ومحدش فتح له، فقرر انه يرجع تاني شغل الحكومي لانه كان بيشتغل في وزارة الزراعة، ورجع مرة تانية لقي برضه باب المطبخ مقفول ومحدش بيرد نهائي على الباب، فقرر ساعتها انه يروح منيد الروضة علشان ياخد نسخة من مفتاح شقيقته من الحاجة زينب شقيقة القتيل، وفعلا خد المفتاح وفتح الباب ولقي سجادة الصالون مش مظبوطة في مكانها وكل حاجة مش في مكانها وكل حاجة في الشقة كانت مفركشة بشكل غريب جدا، فجري بسرعة على غرفة النوم علشان يلاقي نيازي مصطفى مقتول وغرقان في دمه. ومن هنا بدأت الشرطة في جمع الأدلة علشان حل اللغز، بس دخول الطباخ واخوات القتيل لما عرفوا بقتله أفسد مسرح الجريمة والبصمات اتعددت في المكان، وده خلى رجال المباحث الجنائية يجدوا صعوبة في رفع البصمات، وكان معروف عنه تعدد علاقاته النسائية، وده اكتشفوه لما لقيوا بصمة مجهولة لسيدة جوه الشقة في أثناء التفتيش في المكان، ووجدوا رجال الأمن مذكرات خاصة بالمجني عليه، فكانت دي بالنسبة ليهم فرصة كويسة إن يعرفوا يمسكوا بيها الجاني لأنه كان بيسجل كل حاجة أول بأول بتحصل في المذكرات دي. وورد في مذكراته دي إنه على علاقة بفنانة شابة وإنه اتجوزها عرفي لفترة، بس هي انفصلت عنه واتجوزت واحد من رجال الأعمال المعروفين. فنانة شابة كان مشتبه فيها وهي الممثلة المعروفة منى إسماعيل، واللي اسمها كان في المذكرات، واللي كان الخيط الأول والمشكوك فيه خاصة بعد ما ذكر نيازي إنه حبها جدا في مذكراته وفكر إنه يديلها البطولة، واتجوزها عرفي وفي أوراقه الخاصة لقوا شيك بمبلغ باسمها وكان ناوي يديهولها، لكنه تعرض لصدمة كبيرة جدا منها لأنها كانت بتعامله كأب نظرا لفرق السن اللي كان بينهم، وفعلا النيابة حققت معاها باعتبارها خيط مشكوك فيه، وقالت لهم في التحقيقات انها اتجوزت وقررت اعتزال الفن بعد زواجها، وبعدها راحت المملكة العربية السعودية علشان تأدي أداء العمرة، وانها ما شافتوش من سنة ونص، واخلت النيابة العامة سبيلها لعدم ثبوت الاتهام، والنيابة كمان استشهدت بالفنان فاروق الفيشاوي كشاهد وسمية الألفي، وجهد التحقيق ما لا يقل عن 200 شخص من عائلة الضحية والعاملين معاه في الوسط الفني والكومبارس والأداريين والممثلين، واستمعت لشهادة فاروق الفيشاوي وطارق النهري وسمية الألفي واللي اشتغلوا معاه في آخر فيلم ليه فيلم الأوراداتي، وتم استجواب الطباخة ومصممة الملابس حتى السيدة بهجة اللي كانت بتغسل ملابسه، وقال فيشاوي في التحقيقات انه كان بيصور آخر لقطات لفيلم الأوراداتي واللي استمر للساعة 6 مساء ليلة قتله، وانه كان زي الشاب في شغله واللي عنده 20 سنة وما شافوش من ساعتها لحد ما اتفاجئ بقتله. ومع استمرار التحقيقات كانت الأمور بتتعقد أكتر لأنه ما كانش فيه أي دليل يوصلهم لأي حاجة، خاصة إن كان في خلافات كبيرة جدا وعلاقات نسائية متعددة للمجني عليه، والشرطة استبعدت احتمالية القتل بدافع السرقة، لأن رغم ثرائه كان معروف عنه عدم الاحتفاظ بفلوسه داخل منزله وإيداعها دايما في البنوك، واللي ما سحبش منهم غير 150 جنيه بس قبل ليلة قتله. والنيابة رجحت إن السبب ورا الجريمة دي هو الانتقام مش لسرقة الأموال، لوجود بعثرة في المستندات والأوراق والتحقيقات اللي لقيوها في مكتبه. كمان قالت
قالت إن ما كانش فيه آثار العنف باب الشقة أو باب المطبخ حتى، وده معناه إن الجاني دخل بمفتاح الشقة بعد ما احتفظ بنسخة من مفاتيح نيازي مصطفى نفسه. بعد فترة طويلة من التحقيقات وجمع التحريات قررت النيابة العامة قيد القضية ضد مجهول، وما زال البحث عن الجاني حتى الآن. ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تستنوا الحكاية الغامضة الجاية. كان معاكم خلود عادل في الحكاية غامضة.